أهلا بيكم يا بنات، يا رب تكونوا بخير. سؤال من أول دقيقة في الفيديو وعايزاكي تجاوبيني عليه بصراحة في سرك. كم مرة فتحتي انستجرام أو يوتيوب وشفتي الفلوجات بتاعت البيوت اللي بتلمع، المطابخ اللي مفيهاش معلقة واحدة مش في مكانها، والتلاجة المنظمة بالألوان، والستات اللي صاحية من الفجر بكامل أناقتها وبتعمل يوجا والبيت وراها كأنه متحف؟ كم مرة شفتي المناظر دي وبصيتي حواليكي في الصالة أو المطبخ عندك وحسيتي بغصة في قلبك؟ حسيتي انك مقصرة او فاشلة او انك مش عارفة تسيطري على حياتك زي باقي الناس. والنهاردة انا جاية اقولك كلمة واحدة بس، دي كذبة كبيرة. في فيديو دوت ومن غير تجميل هنتكلم عن الحقيقة اللي ورا الكاميرات. ليه كل الناس بتبان بيوتها رايقة وانتي لأ؟ وازاي تخرجي من فخ جلد الذات والكمالية الزايدة وترجعي تسيطري على بيتك وحياتك النفسية بأبسط الطرق ومن غير ما تضغطي على أعصابك. جهزي مشروبك المفضل ويلا بينا نكشف المستور. وخلينا نتفق يا بنات على حاجة، السوشيال ميديا بتعرضلك دقيقة واحدة بس متصورة من أصل 24 ساعة في اليوم، والدقيقة دي اتعمل لها مونتاج واتظبطت فيها الإضاءة، ويمكن الكركبة كلها اتزقت ورا الكاميرا عشان تطلع اللقطة دي. وحتى أنا اللي بكلمك دلوقتي وبعشق النظام والروتين، بتعدي عليا أيام الدنيا بتفلت مني تماما، القواعد بتتكسر، المطبخ يضرب يقلب، وببقى مش قادرة اتحرك من مكاني. تفتكري ده معناه اني فاشلة او انك انتي فاشلة لما يومك بيضيع؟ اكبر غلطة بنقع فيها هي ربط هويتنا وقيمتنا بنظافة البيت. لما البيت يتكركب يوم او اتنين بسبب تعب او ضغط نفسي او مسؤوليات الولاد والدراسة، الموضوع في عقلك مش بيبقى مجرد مواعين عايزة تتغسل، للأسف بتتحول لصوت داخلي وجلد ذات مرعب. انتي ما عندكيش التزام، انتي ما بتكمليش حاجة بدأتيها، انتي مش مسيطرة. الصوت ده هو الأخطر لأنه بيهد ثقتك بنفسك وبيخليكي تحسي بالعجز. ونيجي بقى للجزء التالت، فخ كل شيء أو لا شيء. عارفة ايه اللي بيخلي بيتك يفضل مكركب وانتي مش قادرة تبدأي؟ هو فخ، يا إما أعمل كل حاجة مثالية يا إما معملش حاجة خالص. بتبصي على الصالة تفتكري المطبخ، تفتكري الغسيل اللي عايز يتطبق، فتلاقي عندك قائمة مهام طولها متر. عقلك بيحس بالامتعاض والضغط الزايد، والنتيجة بتأجلي وتسوفي، وكل ما تأجلي الكركبة بتزيد وتحسي بالذنب أكتر، وتدخلي في دايرة مغلقة ما بتخلص. الحل السحري بقى، ابدأي بحاجة واحدة بس صغيرة جدا. احنا مش محتاجين نخلص البيت كله في ساعة، احنا محتاجين نكسر حاجز الخوف. اغسلي طبق واحد بس، رتبي درج واحد بس في المطبخ، لمي الألعاب من على السجادة في دقيقتين. عقلنا لما بيشوف إنجاز صغير بيبدأ يفرز دوبامين، وهتبدأي تبني حاجة اسمها قوة الدفع. وفجأة هتلاقي نفسك بتقولي طب ما اخد الرف ده معايا بالمرة، وهتكتشفي ان الموضوع ما كانش مرعب ولا مؤلم زي ما كنتي متخيلة في عقلك وانتي قاعدة على الكنبة. اما رابع جزء، اعادة تعريف ترتيب البيت. البيت مش متحف. عايزاكي تحطي القاعدة دي حلقة في ودنك واكتبيها في ورقة وعلقيها. احنا مش بننظف البيت عشان نكون مثاليين، احنا بنرتب البيت عشان نكون مرتاحين نفسيا. البيت الرايق هو نوع من الرعاية الذاتية. لما تصحي الصبح وتبصي حواليكي وتلاقي المكان مريح ومقبول، عقلك ما بيبقاش مشتت، بتحسي بالفخر والهدوء. لكن لو الدنيا مقلوبة من صباحية ربنا، هتحسي ان الدنيا كلها فوق دماغك، وهتبدأي يومك متوترة وعصبية على الأولاد وعلى نفسك. بيتك ده مكان للمعيشة مش متحف، والحياة مش عرض مسرحي ولا فيديو على اليوتيوب. طبيعي جدا نعيش، وطبيعي البيت يتأثر بالبشر اللي عايشين جواه لو التزمتي بالنظافة ونظام بيتك بنسبة 80% من الوقت. ده ممتاز وكافي جدا.
وال20% الباقيين سيبيهم للأيام اللي ملكيش مزاج فيها، الأيام اللي تعبانة فيها، والأيام اللي قررتي فيها ترتاحي وتدي وقت لنفسك وبس. ونيجي بقى للجزء الخامس، خطة الإنقاذ السريعة. طيب يا شاطرة، لو انتي دلوقتي بتسمعيني وبيتك يضرب يقلب، تعملي ايه فورا بعد الفيديو ده؟ إليك خطة الإنقاذ. خدي نفس عميق وافصلي مشاعرك. الكركبة اللي حواليكي مش معناها انك ست مش شاطرة، ده معناها انك بشر بيمر بيوم مضغوط. نقطة ومن أول السطر. قاعدة ال15 دقيقة. اظبطي تايمر الموبايل على 15 دقيقة بس، وقولي لنفسك هتحرك بأقصى سرعة، ألم الحاجات الواضحة في ال15 دقيقة دول. وأول ما التايمر يرن اقعدي مكانك، هتبهرك النتيجة. تالت حاجة، ركزي على السطوح الواسعة. روقي ترابيزة السفرة أو كونتر المطبخ أو السرير. الأماكن الواسعة دي لما بتتنضف بتدي إيحاء بصري سريع بالهدوء يريح أعصابك فورا. وشغلي حاجة بتحبيها، شغلي بودكاست أو قرآن أو فيديو حماسي زي ده كده في خلفية روتينك عشان يسليكي ويسرع حركتك. وفي النهاية يا بنات، عايزاكم تفتكروا دايما احنا كلنا بنقع وكلنا بنمر بأيام صعبة الدنيا بتتلخبط فيها معانا. مفيش حد كامل، والمثالية دي وهم ملوش وجود في الواقع. والمهم مش اننا ما نقعش، المهم اننا لما نقع نقوم تاني بهدوء وبخطوات بسيطة ومن غير ما نجلد ذاتنا. ولو عجبك الفيديو وحسيتي انه طبطب على قلبك وشجعك، ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتكسلي تعمليها في البيت لما بتضغطي. واشتركوا في القناة عشان نكبر سوا. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.